كنت قريب مسافر بره مصر في إيطاليا وتحديدا في روما. رحت زرت مكان اسمه اكسبلورا. المكان مليان أنشطة تفاعلية جدا للأطفال، لكن اللي لفت نظري إن هم بيعلموا الأطفال البادجيتنج بطرق سهلة وحلوة جدا. فهتلاقي مثلا هم عاملين سكشن للفلوس اللي هي الأكياس اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، والسكشن التاني بتاع النيدز أو الوونز أو الاحتياجات اللي أنا عايزها، وعاملين الاكياس بتاعه النيدز او الوونس باوزان مختلفه. فهنلاقي مثلا الجيمنج، هنلاقي الانترتينمنت، هنلاقي الاساسيات زي الاكل والشرب. برضو كان موجود ان انا لو عايز اشتري لبس، او لو عايز اشتري مثلا عجله، او لا قدر الله تعبت وعايز اروح للدكتور، هنفضي بس دول كلهم من هنا كده، وفي نفس الوقت هنفضي كل الحاجات اللي في الناحيه التانيه. الاكياس بتاعه الفلوس وزنها كل واحد، والاكياس بتاعه النيدز او الوونس او الحاجات اللي انا ممكن اصرف فيها اوزانها مختلفه. والفكره اللي عجبتني جدا ان هم عاملين الجراب بتاع الاكل والشرب، او لا قدر الله المروح للدكتور، وزنهم اخف شويه من باقي الاكياس. وكل ما الاساسيات او الحاجه اللي انا بشتريها دي تبقى غير اساسيه، وزنها هيتقل شويه. اتقل واحد فيهم بتاع الانترتينمنت والجيمنج، دول اتقل اتنين. الخلاصه ان في حاجات كتير جدا ممكن نعملها عشان نعلم ولادنا يعني ايه بادجيتنج ويعني ايه فلوس، زي مثلا نظام المرتب الاسبوعي او الحصالة او تحديد الاهداف. وفي حاجات تانية انا كنت شرحتها في فيديوهات قبل كده، فممكن لو عايز تشوفها او عايزة تشوفيها وتعلموها لاولادكم وتطبقوها على اولادكم، دوروا على الفيديوهات على البروفايل هنا. ولو في افكار جديدة نقدر نعلم بيها اولادنا يعني ايه فلوس ويعني ايه بادجيتنج، هستنى تبعتوها لي. وبس كده.